ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهارده. طبعا لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تدوسي لي لايك وتسيبي الاشتراك، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه كده بداتها معاكم النهارده ان انا هحضر كده الوجبه بتاعتنا النهارده. انا عندي عزومه فكنت جايبه كده لحمه يعني وكده، وقلت كده ايه ابتدي ايه احضر معاكم كده الاكل. بصوا شايفين، بقطع كده اللحمه قطع كده حلوه، مش صغيرة يعني قوي ومش كبيرة قوي، يعني وسط، لان انا عشان كمان ما تاخدش معايا وقت كتير في السوا، وفي نفس الوقت تبقى ايه كده حلوة كده يعني. لانه الكبيرة قوي ما بتبقاش يعني حلوة قوي، يعني انا بحسها ما بتبقاش، يعني احنا بنحب اللحمة دايبة يعني، فميت ما هتخليها قاعدة على النار مش هتدوب لان هي كبيرة. لكن لما تبقى وسط هتبقى حلوة كده ومسكرة ودايبة. بس فبدأت كده ايه بشوف القطع بتاعتي والكلام ده بظبطهم يعني وكده. بعد كده ايه كنت حاطة مية جنبي كده على النار، يدوب كده تغلي. وبعد كده ايه هنزل عليها باللحمة بتاعتي، يعني هي يدوب كانت هتدخل كده في الغليان سخنت، علشان يعني ايه انا ما بحبش احطها هي وبتغلي. ليه؟ علشان اللحمة تطلع السموم اللي فيها على الوش ونشيلها، لو غلت مش هتطلع حاجة. فبصراحة أنا بحب أخليها كده يعني عشان كده تطلع كل السموم اللي على الوش، وبعد كده أشيلها، وبعد كده أحط البهارات بتاعتي. أنا بحب أحط جدا في بهارات الشوربة حبهان وورق لورا وبصلاية، وممكن نحط كمان طماطم، يعني طمطماية بتشيل الزفارة جدا اللي في اللحمة أو الفراخ، حلوة جدا جدا جدا. بعد كده معايا ان حطيت كده شوية سمنة في الحل عشان يسخنوا. وبعد كده ايه عندي كده بصل قطعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وعلى ايدي يعني بصراحة قلت استسهل لانه مش هياخدوا وقت وكده. بس بعد كده ايه هبتدي كده اقلبهم لحد ما يعني يتحمروا معايا ويبقوا إيه حلوين يعني وكده. وكنت مجهزة خضار ومقطعة، كنت مقطعة خضار، جزر وكوسة وبسلة تقريبا، هنشوف يعني مع بعض في الفيديو. بس كنت محضرة الخضار بتاعي. انا بحب جدا 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 ان انا اقلب الخضار بتاعي مع مع البصل وكده، وبهرهم عشان يطعموا من طعم البصل. يعني لما تاكلي الخضار هتحسي شارب كده من البصل والتتبيلة وكده، غير لما تحطي الصلصة وبعد كده تحطيه. بس وهنا ايه زي ما انتوا شايفين كده، نزلت كده بالبهارات بتاعتي. انا بحب اضيف لهم بابريكا وسنة صغيرة كده من القرفة وملح وكزبرة وفلفل اسود والبهارات العادية بتاعتنا يعني. بس مش هحط اكتر من كده، وطبعا واحدة مرق لازم. وبعد ما ضفت كده البهارات بتاعتي كنت هنا عاملة الطماطم كده على بالهاند بلندر في الحلة او في الخلاط مش فاكرة، ونزلت عليهم وهسيبهم كده لحد ما يتسبكوا. هنا كنت عملت برضو بصلة صغيرة كده في حلة صغيرة علشان احط فيها اللحمة، لان انا محطتهاش في الخضار لان انا الخضار حمرته فمش هينفع احط فيه يعني وكده. فكان عندي يعني كيس صلصة كده متسبك بالبصل بتاعه، طلعته كده علشان يفك على البوتاجاز. وعايزه اقول لكم ما برميهوش يعني بستخدمه، ممكن احط فيه يعني ازود بيه الخضار بتاعي، اعمل بيه بامية، يعني ما بيترميش، انا بخليه وبستخدمه في اي وقت بطلعه كده وعادي بستخدمه. هنا كنت بطلع كده اللحمة بتاعتي وبحطها كده في الخضار، آه، في الصلصة بتاعتي عشان تاخد لون، لان احنا بنحبها متحمرة يعني ايه بالصلصة، يعني بيكون فيها ايه صلصة وكده. بس بصوا عايزة اوريكم شكل الشوربة، شايفين شكل الشوربة عامل ازاي؟ بجد كانت تحفة تحفة تحفة. وهقلبهم كده وهدي عليهم النار كده وارش عليهم رشة فلفل اسود، واسيبهم لحد ما يتغير كده لونهم، ويعني وياخدوا اللون الاحمر الحلو، وكمان يشربوا كمان يعني ياخدوا من الصلصة والصلصة كده. بس تعالوا نشوف كده شكلهم بعد ما يطلع هيكون عامل ازاي. بصوا كده كان ده شكلهم بعد ما انا طلعتهم. بصوا اللحمة دايبة دوب بجد كانت تحفة تحفة تحفة. بحب ارش عليها كده فلفل اسود انا بحمرها، حلوة يعني. وهنا كنت عملت بامية،
علشان يعني بس لسه كنت يعني هعملها بالخلاط. وهنا بصوا كنت بوريكم كده ايه الخضار بتاعي على النار اهو. وهنا كنت دخلته كده الفرن، حطيته في طاجن بايركس كده ودخلته. بصوا شكله عامل ازاي، بجد كانت خطيرة 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 خطيرة. حلوة جدا. بصوا شكلها كمان عايزة اقول لكم كان حلو. بس وكنت هعمل كده شوية برضو من الرز، بس ما كنتش هعملهم غير في ايه ساعة الاكل وكده. كل الطاجن ده اقدر اسخنه كده في الفرن مش هياخد وقت. واللحمة والبامية لسه كنت هكملهم، بس حبيت اشارك معاكم كده الفيديو. برضو كمان عملت شوربة لسان عصفور بنحبها جدا. كمان لما يكون عندك شوربة لحمة او شوربة بط او شوربة فراخ بتكون حلوة يعني ما بتكونش وحشة. وهنا كنت هحمر كده لسان العصفور. وبعد كده ايه بحب جدا اضيف لسان العصفور سنة صغيرة كده من التوم علشان بتطعمه يعني بحسها بتحليه جدا. بس وهضيف كده ايه لسان العصفور. ومش هنضيف بهارات غير فلفل اسود والكزبرة وملح طبعا ومكعب مرقة. وطبعا برضو بحب احط كده سنة بسيطة كده من توابل الفراخ عشان بتديها لون اصفر حلو، وبتخلي الشوربة بتاعتي ايه حلوة يعني وكده. وهسيبها كده تغلي لحد ما لسان العصفور بتاعي يستوي. بعد كده ايه هنشوف شكله هيكون عامل ازاي. بجد كان تحفة تحفة تحفة. جربوا طريقة لسان العصفور دي وهتعجبكم جدا. بصوا هنا بوريكم كده شكل لسان العصفور والشوربة بتاعته حلو جدا. بصوا والقوام بتاعه حلو وجميل. بس وده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يعجبكم. ما تنسونيش في لايك واشتراك. اشوفكم في فيديو جديد. يلا مع السلامة.